السلام. هذا انا سميتي جون. فاش كنت صغير كنت ديما بوحدي وما كانوش عندي صحاب، وقت ما كنت كنخرج باش نلعب مع ولاد الدرب كانوا كيسبوا عليا وما كيبغيوش يلعبوا معايا، يمكن حيت كنت كنبان لهم سطي. ولكن بصراحه هذا الشيء كان معقدني ومؤثر على نفسيتي بزاف. دي فوا كنجلس وكنبقى نهضر مع راسي علاش حتى انا ما عنديش صحاب بحال كاع الولاد. كانت امنيتي الوحيده في ذاك الوقت هي يكون عندي صاحبي اللي نلعب معاه ونضحك معاه. وبقيت هكاك حتى لواحد النهار في راس العام الوالد والوالده جابوا لي واحد الدب كبير باش نبقى نلعب معاه ويونسني. فرحت وعنقته وقررت نسميه تيدي ونديرو صاحبي بحال بصح انسان حقيقي. كنت كل ليله كنعسو حدايا ونبقى نعاود ليه ونخوي عليه قلبي، حتى لواحد الليله طلع لي الدم حيت انا كنهضر معاه وهو ما مسوقليش. قبل ما الناس سميتو كان سيدي حي ويقدر حتى هو يهضر معايا بحال بنادم، وعنقته وناس. وفاش فقت الصباح ما لقيتش سيدي حدايا، قلبت عليه واش طايح في الارض والو، سيدي ما كاينش. شويه هو يبان لي قدامي كيقول لي اجي نعنقك يا جون، انا صاحبك بيست فريند ديالك. خلعني ما عرفت راسي واش فايق ولا غير كنحلم. حتى قال لي كنت اللي تمنيتي نكون حتى انا كنهضر بحال بنادم نولي صاحبك ديال بصح. استوعبت اش طاري وفرحت حيت سيدي هضر واخيرا غيولي عندي حتى انا صاحب. مشيت كنجري عند الوالد والوالده باش نقول لهم بلي سيدي ولا كيهضر. ضحكوا عليا وصحاب اليوم سطيت صافي داوني على قد داخل حتى كيشوفوا سيدي خارج من البيت وكيهضر معاهم. تخلعوا. الوالده طلقات واحد الغوسه والوالد جرني حداه. صحاب اليوم سيدي مسكون بغاو يعيطوا للبوليس ما خليتهمش، وبقيت كنشرح لهم حتى استوعبوا ان الامنيه ديالي تحققت. الوالده شافت في سيدي وقالت ما يمكنش، هادشي راه معجزه. صاحبي سيدي تشهر ولا كلشي كيدوي عليه، الاخبار البرامج ولا شخصيه مشهوره في البلاد. ولكن واخا مع هاد الشهره كامله سيدي ما تخلاش عليا وما قلبش عليا وجهه. واحد الليله كان الرعد والبرق، خفنا وتغطينا وتوعدنا باش نكونوا اصدقاء الرعد الى الابد. بقينا مع بعضياتنا وجات ايام ومشات ايام حتى كبرنا وتخرجت من الجامعه وتعرفت على واحد الدريه سميتها لوري. لوري الدراري هي هاد البنت زوينه الصراحه، كتعجبني وكنرتاح معها بزاف. هي المهم خليونا دابا من لوري. وواحد الصباح جالس انا وسيد كنضربوا في الطبيصله وكنتعاودوا حتى نسيت راسي على الخدمه. بقوه ما كنت مرفوع ما قدرتش نصوب، ولكن سيد قال لي انا اللي غادي نصوب بك ونوصلك للخدمه. وبصح داكشي اللي كان وصلني للخدمه، ولكن واخا فرش خليت الطوموبيل ولكن هانيه. دخلت للبيرو وعيط لي المدير، مشيت لعندو سمعني الهضره مزيان وقال لي خاصك تزير معانا راه قريب طلع كراد. دورت في راسي وقلت ليه صافي حاول ما بقاش تعطل. ورجعت للبيرو ديالي. انا خدام في نفس الوقت مجمع مع صحابي ديال الخدمه. سولتهم على شي مطعم اللي نقدر نمشي ليه انا ولوري باش نحتفلوا بالذكرى الرابعه وحنا بجوج. الصراحه بغيت ندير ليها شي حاجه زوينه، ولكن البنت اللي خدامه معايا اقترحت عليا علاش ما نشري لهاش الخاتم ونطلبها للزواج. ما كانتش عندي الفكره ديال الزواج، ولكن لقيت عندها الحق. صافي خاصني نجمع راسي، خصوصا انني مرتاح مع لوري وكنشوفها هي داك الانسانه اللي نقدر نكمل معاها حياتي. وفاش رجعت للدار لقيت سيدي موجد طبيصله وكيتسناني. ناقشت معاه الموضوع ديال الزواج. سيدي في الاول صحاب لي غير كنضحك، عارفني تهواني وما عمرني فكرت في الزواج، ولكن ملي شافني داوي بصح حتى هو هضر معايا معقول وقال لي بان الفكره ديال الزواج دابا ما صالحاليش حيت مازال ما واجدش ماديا وعليا كريديات بزاف. دورتها في دماغي وقلت بصح ماشي دابا، ولكن الفكره بقات لاصقه لي في راسي. حنا مازالين كنتعاودوا وهي تخلط علينا لوري. في الليل انا ولوري جالسين كنتعاودوا قلت ليها بلي راني ريزيرفيت في واحد المطعم باش نحتفلوا بالذكرى الرابعه ديال علاقتنا. فرحات لوري بزاف وبغات تقرب لي، ولكن داك الليله كان فيها الرعد والبرق، وكما كتعرفوا انا وسيدي كنخافوا من الرعد من صغرنا. داكشي علاش جات سيدي ناس حدايا. داكشي اللي خلى لوري تقلق وتطفي الضوء الناس. ولا غد ليه لوري مشات لخدمتها وبقات كتشكي على صاحبتها بلي ان سيدي داير لينا المشاكل في حياتي انا وياها، وكتخاف تخيرني ما بينها وما بين سيدي ونختار سيدي حيت عارفه شحال عزيز عليا. شويه جا المدير قاطعهم وطلب من لوري تجي عنده للمكتب. وفاش مشات عنده لوري بقى كيتعنب عليها وانه معجب بها وباغي يتزوجها. قطعت لوري وقالت له انها مرتبطه بيا وما تقدرش تخليني، وخلاته ومشات تكمل خدمتها. كتبغيني الصراحه انا اللي ما مزيانش. المهم جا الليل ومشينا انا ولوري للمطعم اللي ريزيرفيت فيه، وطلبت احسن ما كاين في الشامبانيا، وبقينا كنتعاودوا على كيفاش تلاقينا اول مره وكيفاش تزعطنا في بعضياتنا. تعرفنا بطريقه مضحكه. شويه جبت الكادو عطيته لها. لوري فرحات صحاب ليها الخاتم ديال الزواج، ولكن ملي فتحات وقعت فيه غير الحوار. طلع ليها الدم وهي تقول لي خاصك دير الحل مع سيدي يمشي يسكن بوحدو ويخلينا ترونكيل، راه صافي كبر. شفت فيها وخنزرت وقلت ليها اخر مره تقولي هاد الهضره، راك عارفه سيدي شو هو صاحبي الوحيد وما نقدرش نتخلى عليه. وخرجنا مشينا للدار لقينا سيدي مبلبلها وجايب الدريات للدار.
وهادشي اللي زاد عصب لوري وقالت لي شتي علاش قلت لك خاصو يسكن بوحدو. لا غدت ليه شديت سيدي وخرجنا نضربو دويره وجيتو نيشان وقلت ليه دابا خايت سيدي راك كبرتي وخاصك تشوف شي خدمه وتستقل في حياتك. شاف فيا وتصدم من هضرتي وقال لي واش درت شي حاجه ديرونجاتك؟ جاوبتو لا ما درتي ليا والو ولكن علاقتي انا ولوري مبقاش مزيانه بسببك. وشرحت له بلي راه واخا ما بقاوش ساكنين مع بعضياتنا راه غنبقاو ديما صحاب وغير الموت اللي غادي تفرقنا. سيدي فهم هضرتي وقال لي صافي اخي جون اللي بغيتي. فقنا الصباح ولبستو الكوستيم ومشيت معاه يشوف خدمه. وصلتو لواحد السوبر ماركت ودخل باش يدوز لونطروتيان ولكن بالعاني بقى كيخربق في الهضره باش ما يتقبلش. ولكن المدير ديال داك السوبر ماركت وافق يخدموا معاه. ومن بعد ما تقبلت سيدي في الخدمه مشينا نضربوا دويره في الجرده. حنا جالسين حتى جا عندنا واحد السيد هو ولده وطلب مني نبيع له الدب اللي هو سيدي باش يبقى يلعب به ولده. تعصبت وقلت له هذا ماشي لعبه سيدي راه بنادم بحالك وبحالي ولكن دوني ما استسلمش وعطاني العنوان ديالو زعما الا غيرت الراي ديالي. ومن بعد مشينا ننقلوا الرحيل للدار ديال سيدي جديده. صافي سيدي ولا مستقل وعايش حياته عادي وخدام على راسو. حتى لواحد النهار جات واحد البنت جديده تخدم معاه تزعط فيها وبغى يتعرف عليها. وانا وليت مره كنضرب سليسه من الخدمه ومشي نريح مع سيدي في الدار. عاود لي على الدريه اللي تعرف عليها جديده وقلت ليه خاصك تعرفني عليها انا ولوري. وقررنا نخرجوا مجموعين. وواحد الليله سيدي خارج من الخدمه لقى دوني كيتسناه وعرض عليه 6000 دولار في الشهر بشرط يعيش معاه هو وولده. ولكن سيدي رفض وقال ليه شكرا. خرجات عنده صاحبته وجاو عندنا المطعم اللي درنا نتلاقاو فيه كاملين. وتما عرفتني لوري بلي راني كنمشي عند سيدي للدار نتحشش معاه. غضبات لوري ولكن سيدي قنعها وقال ليها بلي راه كنمشي عنده غير باش نعاود له عليها وبلي راني كنبغيها بزاف. شويه ترونات معيور ما بين لوري وصاحبة سيدي. راكم عارفين الدريات غير نص عقل وكيغيروا من بعضياتهم. وقبل ما تزيد ترون سيدي جر صاحبته ومشى. بقيت مريح انا ولوري بوحدنا وعصباتني حيت كنسمح في الخدمه ونمشي نريح مع سيدي. اعتذرت منها وعدتها انني ما بقاش نتلاقى سيدي بزاف وغنديها في خدمتي. حتى لواحد الليله المدير ديالها كان داير واحد الحفله في دارو وعرضنا انا ولوري. مشينا استقبلنا وجرني بوحدي وبقى كيعيق ويفو عليا ويوريني الديكورات شحال ساوي. قطعته وقلت ليه بلي لوري قالت لي بلي راك كتبسل عليها في الخدمه. ضحك وجاوبني بلي راه غير كيضحك معاها وكيتعامل مع الموظفين كاملين هكاك باش يعطيو كسر في خدمته. قبل ما نكملوا الموضوع جاتني واحد لابيل. جاوبت لقيت سيدي هو اللي معيط لي. قال لي ضروري خصني نمشي عنده للحفله اللي داير في الدار حيت الممثل اللي كان عزيز علينا في الصغر وهو البطل ديالنا حاضر تما في الحفله. فرحت وقلت ليه قطع انا جاي. قبل ما نمشي وصيت المدير بلي غادي نمشي غير شويه ونرجع ما يقول والو لوري. قال لي صافي كون هاني وفي خاطرو ناوي يغدر داك الليل. ومشيت كنسبق للحفله لقيت بصح كاين تما البطل ديالنا. فرحت ونسيت راسي. بقينا ناشطين وكنشربوا الليله كامله حتى لقيت لوري جات لعندنا. شافتني وبقات مقلقه مني حيت كذبت عليها وما كنتش قد هضرتي اللي كنت وعدتها بها. تبعتها للزنقه قالت لي صافي انا وياك سالينا ومن هاد الليله ما غتبقاش ساكن معايا في الدار. خدات لي الطوموبيل ومشات. خرج سيدي من مورانا وقال لي اش واقع. درت فيه وقلت له صافي خليني عليك بسببك اليوم تفارقات معايا لوري. وبقيت متبعك في التبريج ديالك حتى لقيت في عمري 35 عام ومازال ما درت والو في حياتي وخليته ومشيت بحالي. المدير ديالها بغى يستغل البلان وطلب منها تخرج معاه. الاول لوري رفضات ولكن بقى كيجم فيها حتى وافقات. بالليل جلس بوحدي مدمر في لوطيل حتى جا عندي سيدي وقال لي بلي راه شاف لوري خارجه مع المدير ديالها. ما سيقتوش وقلت له انت راك ما كتبغيليش الخير ومصاب كل ما عمرني عرفتك. تعصب من هضرتي وضربني. بقينا منك ضربها فيا وضربها فيه ترونات داك الشومبر. عينا وطحنا بجوج للارض ما خديناش نوض. بقينا كنهضروا حتى تصالحنا واعتذرنا لبعضياتنا حيت انا وسيدي راه حنا خوت ماشي غير صحاب. جلسنا وبقينا كنفكروا على شي بلان باش لوري ترجع معايا وما نخسرهاش. عرفناها بلي غتكون حاضره لواحد الحفله هي والمدير ديالها ومن الزهر ديالي اللي كتقدم داك الحفله كيعرفها سيدي. مشينا عندها وطلبنا منها تخليني نطلع للمسرح ونغني لوري ونطلب منها السماحه قدام كل شيء. بصح داك الشيء اللي كان طلعت نغني ولكن هذا الصوت البشع اللي كتسمعوا فيه دابا ما قدر يسمعوا حتى واحد وهبطوني من لابيس. ولكن واخا هكاك لوري عجبها الحال وعرفات باللي كنبغيها بزاف. داك الشيء اللي خلاها تقول للمدير ديالها انها ما مرتاحاش معاه وما تقدرش تكون معاه وخلاته ومشات. لغدت ليه في الصباح فقط لوري سمع الدقان حلات الباب.
لقات سيدي هو اللي جا عندها، طلب منها تسمع له وقال ليها باللي كاع داكشي اللي وقع كان هو السبب فيه، وانني كنبغيها بزاف وما قدرتش على فراقها، وطلب منها انها تسامحني. اقتنعت لوري وخرجت باش تجي عندي القهوه اللي كنجلس فيها. ولكن داك اللحظه اللي خرجت لوري من الدار جا دوني هو ولدو خطفوا سيدي وداو. لوري وصلت عندي القهوه لقاتني جالس بوحدي، طلبات مني باش نرجعوا مع بعضياتنا ولكن انا ما بغيتش، حيت بصح ما تستاهلنيش، وقلت ليها نبقاو غير اصدقاء يكون حسن لينا بجوج، وخليتها وخرجت. ولكن لوري سبعاتني وبغات توصلني للدار. داك الساعات انا مازال ما فراسيش باللي صاحبي سيد مخطوف مسكين وكيعذبو داك بوكرش كيما بغا، ولكن سيدي ذكي وكيعرف يسلك راسو ولقى كيفاش يقدر يعيط لي. من بعد ما طلعت مع لوري باش توصلني صونا لي التليفون، ولكن لقيت نمره غريبه ومبغيتش نجاوب، لكن رجع صونا ثاني. هاد المره جاوبت، لقيت سيدي هو اللي معيط لي، قال لي راه مخطوف وباللي دوني ولدو هما اللي خطفوه. قبل ما يكمل معايا الهضره تقطع التليفون، ما لقيت ما ندير، عيطت على البوليس باش نقول لهم راه الدب ديالي تخطف ما داوهاش فيا وقطعوا عليا. شويه وانا نتفكر داك الورقه اللي كان عطاها لي فيها العنوان، جبتها من جيبي ومشينا طاير لداك العنوان، لقيناهم داينوا في واحد الطوموبيل، بقينا تابعينهم حتى دخلوا في واحد البوطو ووقفات بهم الطوموبيل. خرجت سيدي كيسبق من الطوموبيل وهرب لواحد التيران، تعلق في واحد البوطو عالي، ولكن دوني طلع من موراه وجرو من رجليه. مسكين سيدي تقسم في النص وطاح. شفتو في داك الحاله مشيت كنجري، وصلت لعندو لقيتو كيموت، شاف فيا وصاني وقال لي ما توليش تفارق مع لوري، راه هي اللي غادي تدوم لي، وغيب وفقد الوعي. هزيناه ورجعنا للدار كنسبقو باش زعما نعتقوه، ولكن والو واخا هكاك ما فاقش. وفي الصباح خرجت نجلس حداه ونتوادع معاه، ولكن في داك اللحظه وقعت المعجزه وفاقت سيدي. عنقتو وفرحت بزاف، ومشيت عند لوري قلت ليها بلي ما نقدر نفرق حتى واحد فيكم، وطلبتها للزواج وتزوجنا وبقينا عايشين كاملين مع بعضياتنا. وهنا كتسالي القصه ديالنا والفيلم ديالنا. الى عجبتكم القصه ما تنساوش ديروا جيم وكومونتير، ونتلاقاو في قصه جديده ان شاء الله وفيلم جديد. والسلام عليكم لي زامي.